اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى غدا تعملوه يتاكل اكل ويأكل عن الطبيخ وعن اي حاجة تانية. تعالوا واحنا بنعمل الغدا الاقتصادي ده نعرض مشكلة النهاردة. مشكلة النهاردة بعتالي بتقولي انا ست على المعاش عندي 65 سنة. آم، جوزي توفى وساب لي ولد واحد مخلفتش غيره، عايش معايا في نفس البيت، متجوز ومخلف، عنده ولد وبنت. البيت كبير بتاعنا 3 أدوار، أنا في الدور التاني وهو في الدور التالت. بتقول أنا مش محتاجة حاجة، أنا شقتي نضيفة ما بتتبهدلش، بجيب واحدة تروقها معايا كل أسبوع. حتى مواعيني أنا عندي غسالة أطباق، هدومي بغسلها لنفسي، مش محتاجة أي حاجة. وأنا بساعد ابني من المعاش ب4000 جنيه شهريا، وبجيب الدواء لنفسي، يعني مش محتاجاه كمان ماديا. كل اللي أنا محتاجاه إن هو ي ي حد أتأنس بيه، أشوف أحفادي، ألعب معاهم، حد يذكرني بميعاد الدوا. لكن اتفاجئت بمرات ابني أول ما دخلت، قالت لي: ابني أنا عايزة أقعد لوحدي، أنا مش هقعد مع حد. فبقى أحفادي منعزلين عني، بقيت أشوفهم بالصدفة بس وهم خارجين. آه، فجيت قلت أتكلم معاها بالراحة وأفهمها وأقول لها: يا بنتي أنا مش محتاجة أي حاجة. قلت لها: اللي تطبخيه فوق اطبخي تحت وأنا هساعدك، وهي لقمة واحدة وتبقوا معايا ومونستني. اتفاجئت برد فعلها القاسي، قالت لي: أنا مش مضطرة أخدم حد، الشرع والدين بيقول إن أنا مش مضطرة أخدمك، أنا جاية لزوجي فقط. ولقيتها بتقولي: آه انتي انا مش خدامة لحد، والبيوت خصوصية، وانا ما بحبش اكل قدام حد، انا بحب اكل لوحدي. قولولي انتوا لو مكاني هتعملوا ايه؟ احفادي مش بشوفهم صدفة، وهو العمر فيه قد ايه عشان الواحد يعيش لوحده؟ مش عاوزة اخرب على ابني وازعله، وفي نفس الوقت الواحدة تعبان. قولولي لو مكاني هتعملوا ايه، وقولولي لو قابلكوا مشكلة زي كده وابنكوا الوحيد كنتوا هتتصرفوا ازاي. وادعولي ربنا يصبر قلبي. وبس، دي مشكلة النهاردة. لو حابين نعرض أي مشكلة من مشاكلكم ابعتولي وأنا هعرضها في فيديوهاتي. النهاردة كانت أكلة اقتصادية جميلة. آه، بتنجان مقلي بالطحينة، وعملنا بطاطس بالبيض، وعملنا بابا غنوج، وقطعنا شرايح قوطة وخيار وعيش بلدي، أكلة تنزل في قلبكم. لو عندكم مشكلة ما تنسوش تبعتولي وتشتركوا في القناة. باي باي.